Awesome. طيب يا شباب، ورجعت لكم تاني بأقوى النصايح بجد، وهي نصايح احتراف الكونكر وازاي توصل لكونكر في اول اسبوع من السيزون او اول اسبوع من بداية السيزون ومن بداية التقييم. وايه هي السيرفرات اللي تقدر تقيم فيها وتوصل لكونكر. فيا حبيبي، لو انت عاوز توصل كونكر خليك اتفرج على الفيديو لاخر دقيقة او اخر ثانية واتفرج على النصايح بس. فخلونا قبل ما نبدأ على الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تشترك في القناة وتشغل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا. طب يا شباب، ورجعنا تاني. خلونا بقى نبدأ في النصايح وركز معايا. طبعا انا كنت نزلت فيديو نصايح على الكونكر، وطبعا هتلاقوا قناة التليجرام اللي بنزل عليها التصويتات واكواد الحساسية وكل حاجة واكواد الاعدادات هتلاقوها في الوصف او في التعليق المثبت. تمام. طبعا انا كنت نزلت فيديو قبل كده عن ازاي تحترف الكونكر وازاي توصل لكونكر باسهل الطرق وباسرع الطرق. تمام. طيب مبدئيا كده خلونا نركز كده مع بعض ونعرف ان في كذا نقطة مهمة. ايه هي النقط المهمة دي؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي. بس خلونا نعرف الحاجات الاساسيات وخلينا نعرف برضو النقط الفرعية. ايه هي الاساسيات عندنا؟ الاساسيات عندنا انت هتلعب سولو ولا سكواد؟ ولو هتلعب سكواد هتلعب سولو ضد سكواد ولا دو ضد سكواد ولا سكواد ضد سكواد؟ طيب وخلونا نعرف كمان ان انت هتلعب في انهي سيرفر هيبقى احسن ليك في التقييم، وانهي سيرفر هيبقى احسن ليك في البنج، وانهي سيرفر هيبقى احسن ليك في النقط. طيب اولا كده احنا بنتكلم على السيرفر. طبعا انت عندك السيرفرات كلها زي بعض. طيب ازاي زي بعض؟ طبعا البنج هو واحد ثابت، بس طبعا انت لو في اوروبا او في الشرق الاوسط فهيبقى بنجك 20 عادي. لو في امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه برضه هيبقى بنجك 20. لو في كوريا او في سيرفر اسيا برضه هيبقى بنجك 20. تمام. يعني انت على حسب المكان اللي انت فيه. طيب هتقول لي انا هدخل مثلا سيرفر اوروبا. طيب سيرفر اوروبا عشان تقيم في سيرفر اوروبا انت محتاج 13,000 نقطة. يعني انت لازم توصل في اول اسبوع او في اول يومين. خلونا في اول يومين في سيرفر اوروبا بالذات. انت لازم توصل في اول يومين، لازم توصل ايس وكمان 8 نجوم. يعني ايس و8 نجوم في اول يومين طبعا. وده مستحيل جدا لان سيرفر اوروبا اكتريته لعيبه واكتريته هاكات. يعني مش هتخلى من الاتنين. تمام. وبالذات ده لو انت بتلعب سولو ضد سكواد، ولو بتلعب برضه سكواد ضد سكواد. تمام. فانت لو انت مش عندك سكواد وهتدخل مع عشوائي ده مش هيفيدك الموضوع ده خالص. طيب خلينا نعرف انهي سيرفر هيبقى احسن. طبعا هتقول لي الشرق الاوسط، هقول لك لا برضه، لان هتنزل قصاد ناس سعوديين وخلايجه وناس معاهم فريمات وبنج ومعاهم كمان اجهزه قويه، فانت مش هتعرف تسد قصادهم. يعني لو تليفونك ب 10,000 جنيه فتليفونك كده كحيان قصاد التليفونات بتاعتهم وقصاد الايبادات اللي هم بيجيبوها. فانت برضو كده كده مش هتعرف تلعب قصادهم. تمام. فخليك واقعي وادخل سيرفر على قدك، وخلي معاك برضو واحد مثلا او اتنين او تلاتة. يعني خلي فيه سكواد معاك او خلي فيه دو او العب لوحدك. تمام. على حسب ما انت عاوز. بس ايه هو بقى السيرفر اللي انت تقدر تدخله وتجيب فيه النقط او تجيب فيه الكونكر باسرع الطرق وباسهل الطرق؟ طبعا احنا عندنا سيرفر امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية واسيا. طيب برضه عشان ما اطولش عليك، ايه احسن سيرفر فيهم؟ احسن سيرفر فيهم هو امريكا الجنوبيه. ليه امريكا الجنوبيه؟ نقطه اقل فيهم، وكمان انت محتاج في خلال اسبوع. انا بقول لك في خلال اسبوع، مش زي اوروبا في خلال يومين. لا، في خلال اسبوع انت لازم توصل ايس و8 نجوم في خلال اسبوع. يعني الموضوع سهل بالنسبه لك جدا جدا جدا. يعني انت ممكن تجيب كل يوم 100 نقطه ولا 200 نقطه وانت قاعد حاطط رجل على الرجل يا حبيبي. يعني انت مش هتعمل اي حاجه ومش هتتعب في نفس الوقت. سواء نزلت سولو ضد سكواد او دو ضد سكواد او سكواد ضد سكواد فانت هتعرف تجيب النقط، ما تقلقش يعني. طيب ايه بقى الاساسيات الباقيه؟ انك هتلعب بقى سكواد كامل ضد سكواد ولا سولو ضد سكواد ولا دو ضد سكواد؟ طيب انا لو هلعب سولو ضد سكواد ايه اللي هيفيدني ان النقط هتبقى اكتر، وفي نفس الوقت عدد الكلات هتبقى اكتر. طيب لو انا ده لو انا محترف بقى وواحد فشيخ، يعني بعرف اجيب 12 كيلو 15 كيلو في الجيم. تمام. طيب لو انا بلعب ضد دو ضد سكواد، ده لو انت عندك دو فاهمك وعارف طريقة لعبك. يعني انت مثلا هو يبوش وانت تكفر، او مثلا العكس، او انتوا الاتنين تبوشوا في نفس الوقت هو ينزل 3 وانت تنزل واحد، او انت تنزل 3 وهو ينزل واحد. الموضوع هيبقى سهل جدا. وانا قصدي على الثلاث اعداء.
مش قصدي على حاجة تانية عشان برضو دماغكم ما تروحش لبعيد، لان انا فاهمكم وبسم الله ما شاء الله نيتنا سالكة جدا. طيب لو انت هتلعب سكواد ضد سكواد، ده مش هيفيدك خالص، لان النقط هتتقسم عليكم كلكم. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بدل ما تاخد 30 نقطة او 20 نقطة او 25 نقطة، لا انت تاخد 12 نقطة 15 نقطة على حسب عدد الكلات، لان انت بتلعب سكواد ضد سكواد، يعني انت معاك ناس بتلعب معاك، فهم برضه هيبقوا محتاجين ان هم يجيبوا كلات زي ما انت محتاج ان انت تجيب كلات، الا بقى اذا هم حابين ان هم يساعدوا صاحبهم علشان يدخلوا يجيبوا نقط، او يدخل يجيب نقط ويوصل كونكر باسرع وقت. ساعتها بقى تبقى الموضوع سهل جدا، هيدوك الكلات وهيدوك البوتات وهيدوك كل حاجة، هيبقوا على اساس ان هم بيدعموك سبورت ليك وبس، ان هم مثلا معاك في اي فايت مش هيخلوك تقع، هيرفوك في ثواني. لو انت مثلا نزلت عن المناطق اللي هي فيها ازدحام، وخلونا ما نتطرقش ليها لان انا برضه هتكلم عنها دلوقتي، مثلا هم هيبقوا معاك وهيبشوا معاك وهيبقوا معاك في كل لحظه. ده لو سكوادك اللي انت بتلعب معاه، او ده السكواد اللي فاهم دماغك. تمام كده يا شباب؟ خلونا بقى ندخل على النقطه الاهم من ده كله. ايه هي بقى النقطه الاهم من ده كله؟ طبعا احنا بنلعب في السيزون والمود نزل، او المود طبعا اي سيزون بيبقى فيه مود جديد. تمام. طيب انا انصحك نصيحة لوجه الله، عايز تعمل بيها اعمل، مش عايز تعمل بيها ما تعملش، برضو انت ودماغك. تمام. بس خليك كده واحد بتفهم، ما تبقاش بني ادم براس كلبة بجد، يعني ما تزعلش مني، وتبقى داخل مثلا تقيم على الكونكر وتقول انا هنزل اخد الكارت، هنزل المكان اللي فيه المود وهاخد الكارت ومش عارفه ايه وهجيب كلات وهطلع مش عارف. لا ده مش هيحصل، ده مش هيحصل صدقني، لان اي مود بينزل او مع وجود اي مود بيبدأ الكمبرة بتزيد، الناس بتكتشف اماكن خزعبلية حقيقي في المكان، بابجي نفسها اللي عاملة المود ما تعرفش المكان ده، وبيكمبروا فيه وبيعملوا كل حاجه. وبالذات ان احنا المودات اللي بتبقى نازله بتسهل لهم الكمباره، لان بتبقى مليانه يا اما شبابيك يا اما اماكن متفتحه، انت ما بتعرفش تاخد كفر، تحس ان انت لابس بلباس مخروم، يعني الموضوع بيبقى بالنسبه لك حقيقي مجهد. فما تقوليش ان انا هنزل اخد الكارت ومش عارف ايه وهيبقى معايا الريسبون تاني وهيبقى الريفايف موجود ومش عارف ايه، لا ده كله مش هينفع حقيقي صدقني. انزل بعيد عن الاماكن دي وخليك لاخر 20 ولا 30 واحد وبش بقى زي ما انت عاوز. تمام. على الاقل تضمن نقط وتضمن كلات وتضمن مكان في العدد، يعني انت تضمن ان انت تبقى توب 10 او توب 1 او توب 20، اي حاجة، بس المهم ان يبقى العدد قليل والزون خلاص بتبقى في الزونات الاخيرة. تمام. دي النقط فعلا الاساسية اللي انت لازم تعملها، والضروري ان انت لازم تعملها علشان تجيب نقط كتير، علشان توصل كونكار باسرع وقت. طيب ندخل بقى على النقطه الاهم منهم خالص. ايه يا عم انت هتقعد كل شويه تقول لي اهم اهم اهم؟ هو حقيقي في الاهم فالاهم فالاهم. طيب ايه هو الاهم منهم خالص عشان برضو نبقى احنا ادينا لك كل المعلومات عشان ما نهرش كتير؟ طيب لو انت وصلت للنقطة دي او لو انت وصلت للدقيقة دي، ما تنساش تشترك في القناة وتشغل جرس الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. هتلاقي زرار اشتراك احمر كده، اضغط عليه خليه رصاصي، وهات زر الجرس على الكل عشان يوصلك الاشعارات اي فيديو هنزله. تمام. وطبعا لازم تصلي على النبي عليه افضل الصلاة وازكى السلام، وتكتب لي اي تعليق حلو يحفزني، حتى لو هتكتب لي عاش عليك من غير اي حاجة. تمام. طيب ايه النقطة الاهم من ده كله؟ النقطة الاهم ايه هي؟ ان احنا لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ ان انت ما تملش وانت بتلعب. يعني انت لو داخل سكواد او داخل سولو او داخل دو، عود نفسك ان انت ما تبقاش ملان وان انت عايز تجيب كونكر باسرع وقت، وان دلوقتي لازم اجيب كونكر وهطلع من الجيم وهجيب ابقى جبت الكونكر. مش هيجي كده والله ما هيجي. اصل هو معلش يعني مش داخل تاخد دش، لا هو الموضوع مش كده. الموضوع ان انت لازم يبقى عندك صبر، ولازم يبقى عندك قوة تحمل، ان انت لازم تستحمل الحاجات اللي انت هتشوفها في الجيم الجيمات اللي بعدها. انت ما تحسسنيش ان انت خلاص انت بتدفع فلوس فبتاخد كونكر، لا مش هينفع. هو مش حاجة هتاخدها في كيسك. اسمع مني واهدى على نفسك واصبر وخلي عندك امل ان انت هتوصل كونكر. بس عايز اقول لك على حاجة، بدل وصلت كونكر ما توصلوش تاني، يعني هاتوا الكونكر وما تجيبوش تاني بجد، لان حقيقي 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 هي حاجة
بجد متعبه ومجهده، وبالذات لو انت مثلا بتقيم على الكونكر كل سيزون. انت حقيقي هتشوف حاجات اقسم بالله من كميه الكمبره وكميه الجدرات اللي انت هتاخدها وكميه الفايتات اللي انت تخشها، انت حقيقي هتكره نفسك وممكن تكسر التليفون. بس صدقني يعني خاف على تليفونك. تليفونك دلوقتي الحاجه لو يعني حاجه لو بجنيه هتبقى دلوقتي ب 30 40 جنيه. فريحوا نفسكم واستهدوا بالله كده، ويعني بجد ما تملش، وانت باذن الله هتوصل للكونكر. بس خلونا بقى نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام. وحابب لو حابب تدعمني ما تنساش تشترك في القناه وتشغل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويا اخويا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وتيجي تنورني في قناه التليجرام. هنزل عليها اكواد الحساسيه، اكواد كل اليوتيوبرز الحساسيه بتاعتهم كلها، وكل حاجه بجد جامده نار. يعني انتوا هتشوفوا حاجات خرافيه وبجد. وجايب لكم اكواد حساسيات من ناس روسيين بيلعبوا سكريمات وبطولات، فيعني حاجه انتوا هتشوفوها بجد وهتحكموا بنفسكم. بس تنساش تصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.